السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هكمل معاكم السيناريو دي بيريكولو. المرة اللي فاتت شرحنا مع بعض لا كورنيتا لا فيرماتا والدوسو، والنهاردة مع السيناريو الرابع اللي هو كورفا بريكولوسا ديسترا، وبعد كده كورفا بريكولوسا سينيسترا، ودوبيا كورفا بريكولوسا لا بريما ديسترا، ودوبيا كورفا بريكولوسا لا بريما سينيسترا. دول السينيال رقم 4 هتلاقوا الكورفا بريكولوسا ديسترا والتانية سينيسترا، يعني منحدر ناحية اليمين ومنحدر ناحية الشمال، وده منحدر دبل منحدر دوبيا كورفا، أول واحد من ناحية اليمين لا بريما ديسترا وده عكسه. السينيال دول ما يلخبطوش، مش عايزين نضيع فيهم وقت كتير. هو دايما بيقول لك السينيال ده سينيال دي بيريكولو يبقى صح، ماشي، او السينيال دي بيريكولو يبقى غلط، عشان تعرف برضو الأسئلة. بيقول لك خد دايما جانب اليمين وانت في الكورفا، ده صح. ما تعملش مثلا، غالبا بيقول لك ما تعملش فيرماتا وما تعملش سوستا، يبقى ما تقفش لا تركن العربيه وتمشي ولا تركن العربيه وتقعد فيها في الكورفا، حتى لو قال لك ايه، لو واسعه ضيقه ممنوع. ما ينفعش تعمل انفرسيون دي مارشا، ما ينفعش تعمل ريترو مارش، ما ينفعش ترجع بالعربيه مارشالير حتى لو اخطأت في الطريق. دي الاسئله اللي بتيجي على كورفا بريكولوس، اسهل مما تتخيله. ممكن يقول لك يكون بانيلو موجود عليه تورنانتي، انتجراتو البانيلو مكتوب عليه تورنانتي، ممكن يكون انتجراتو البانيلو بيعمل ديستانس، بيحدد لا ديستانس، ده مظبوط. ده بالنسبه لكورفا بريكولوزا، ما فيهاش اي نوع من الصعوبه. بعد كده في اللي هو باساجو الليفيلو كون باريرة، اول واحده باساجو الليفيلو، ده صعب شويه لحد ما، في رغي كتير وفي كلام كتير. اللي هو وانت جاي عند محطه القطر كده ومعدي بالعربيه بتاعتك، بتلاقي العلامه بتاعه الشباكين اللي جنب بعض كده، او شباك وفي 3 شرط في النص زي كده، شبه السلم المقلوب. ده مهم لانه ده بيبين لك في اسئله كتير وبتلخبط ناس كتير. بيقول لك لو يعني هقول لكم كده كده، احنا زي ما قلت لكم المره اللي فاتت بنتابع معاكم على الصفحه على الفيسبوك، الجروب بتاعنا. انا واستاذ ياسمين، وان شاء الله بنحل يعني ان شاء الله باذن الله، ربنا يدعو لنا بس، ربنا يعيننا نقدر ينفع بينا ونكمل معاكم يعني، ونقدر يكون عندنا وقت. احنا مكتوب هو تعلم الرخصه الايطاليه في اسهل او اسهل طريقه تعلم الرخصه الايطاليه مع استاذ احمد العقباوي. هسيب لكم النهارده في الانفو، في الانفورماسيون بتاعه الفيديو، اللينك بتاع الصفحه على الفيسبوك، لان احنا بنحط عليها اسئله على طول، وبنحل عليها اصلا كويدز، عشان برضو ما يبقاش الفيديو طويل قوي عليكم، تبقى انتوا برضو بتدخلوا تلاقي الكويدز موجوده على الصفحه، وفي متابعه على كل سينيال بنقوله وكل درس بنقوله، فده مهم جدا يعني. فلو عايزين تتابعوا اتمنى، لان ده هيبقى موجودين احنا هناك اكتر من ان نقدر نعمل فيديوهات. الباساجو ليفيلو يا شباب بيتكلم مثلا عن ان هو كون باريره او سيمي باريره. اشرح لكم حاجات، اقرا لكم مثلا بيتكلم ايه، لان انا ما بعرفش اقرا كويس من الكتاب. ecco qua. È un segnale di pericolo che preannuncia di norma a 150 metri un passaggio a livello, attraversamento ferroviario con barriere o semi barriere. بص يا شباب، هو نفس الشرح اللي بيقول لك ده سينيال دي بيريكولو على 150 متر، بيبين لك ان هو بسجل ليفيلو اللي هو عبور محطه قطر، سكه حديد يعني، مع حاجز او نص حاجز. ممكن تلاقي الحاجز كامل، او تلاقي الحاجز كده حته صغيره، نص حاجز. البتاع دايما بتلاقيه دايما جنبه لوند حمراء اوقات، وممكن تلاقي جنبه الارم اللي هو بيعمل صوت بتاع القطر. ممكن تلاقي ده وممكن ما تلاقيهوش، ممكن تلاقي السينيال ده بس. بيقول لك في حالة وجود السينيال ده لازم تاخد بالك ان انت تقلل السرعة لما تشوف السينيال، وما ينفعش ان السينيال يكون انت قربت منه واللي برير استنوا بربسار ان هم بينزلوا، وانت تسرع عشان تفاديه وتعديه. بيقول لك نوني فيرو كي اوبليجا ad arrestarsi se le luci rosse poste. بصوا ده مهم جدا، يعني بيقول لك لو انت اللي لوشي روس اللي هم النور الاحمر ده مطفي، مش لازم تقف. هو معنى كده ان مفيش قطر معدي، فمش لازم تقف. عشان كده انا بقول لكم الباساجو ليفيلو كومباريرو وسيما باريري بيبقى فيه اخطاء الناس بتغلط فيه. انا مش لازم اقف اعمل ارستارسي اللي هو فيرمارسي اللي هو ستوب، يعمل ستوب. مش هينفع اقف، مش لازم اقف طالما السينيال مش مدي روسو اصلا. طيب لو السينيال مدي روسو والسيمي باريري ما نزلوش، اللي باريري اللي هي او سيمي باريري اللي هي الحواجز ما وقفتش،
عدى ولا لا؟ ما عديش. ما ده برضو من الاسئله اللي بتغلط، اللي يقول لك هو مديني روسو بس ما حصلش كيوزورا لباريرا او سيمي باريرا اعدي. لا غلط، هو الروسو هو اشاره برضو ان كده القطر معدي، فمش معنى كده انه ما قفلش الحواجز، ممكن يكون فيها عطل. دي من الحاجات اللي بيحصل فيها اخطاء. ممكن تلاقي اصلا delle seme barriere si trova dopo il segnale di doppia croce. ايوه مثلا بيقول لك السينيال دي دوبيا كروش دي سانت اندريا. السينيال دي دوبيا كروش دي سانت اندريا ده مهم جدا، اللي هو ده. وموجود معاه كلمه ايه؟ كلمه ستوب. يبقى انا السينيال دوبيا هشرحه لكم حتى بالتفصيل لان هو مهم جدا. السينيال دي دوبيا كروش دي سانت اندريا. Un segnale di pericolo nelle immediate vicinanze di un attraversamento ferroviario. بيبقى موجود قريب من اي سكه حديد. indica che le sedi ferroviarie ha più di un binario. معنى كده ان الطريق بتاع السكه الحديد اللي انت هتعدي عليه عنده بيو دون بيناريو، ما عندوش خط شريط واحد من القطر، عنده اكتر من قطر. يعني ممكن تلاقي قطرين ورا بعض زي ما بيحصل برضو عندنا في مصر. انت لازم تاخد بالك ان ممكن يكون القطر ده عدى والتاني لسه ما عداش. ليه بقى يا باشا بقول لك كده؟ عشان اوقات لو ما فيش بريره موجوده عندك، فانت ممكن تفكر ان القطر الاولاني عدى فتعدي انت على طول، فممكن يكون القطر التاني معدي بعده، فده بينبهك لكده. بصوا يا شباب، può essere posto sia in senso orizzontale che in senso verticale. ممكن تلاقيه افقي او راسي. impone di arrestarsi entro le strisce di arresto se in arrivo il treno. لو الطريق se in arrivo il treno، لو الطريق في حالة وصول لازم تقف على الخط بتاع ايه بتاعه قبل اللينيا بتاعت الايه بتاعت الوقوف، ما تعديهاش وما تزقش ايه بوز العربية لحد القطر. ده اللي هو الكلام العادي جدا. بيقول لك ايه invita a fare attenzione prima di attraversare perché potrebbe transitare più di un treno. زي ما قلنا هو ده اللي انت لازم تعلمه من اللغه الايطاليه، تعرف معنى الكلام عشان تعرف ترجمه. بيقول لك بيدعيك ان انت تاخد بالك، بتعمل اتنسيون، تاخد بالك وحذرك ان ممكن يعدي اكتر من محطه قطر. ممكن يقول لك fermarsi e dare la precedenza stop، ممكن عنده معاه ستوب quando la visibilità è sufficiente solo da breve distanza dal binario. لو المسافة قصيرة عندك انت ممكن تلاقيه مدمج بإشارة التوقف وتعطي ايه الأسبقية. non è vero che può السؤال ده بيغلط ناس كتير. بيقول لك يعني ده معلومة، بيقول لك non è vero che può avere fondo giallo in caso di lavori ai binari. بيقول لك مش من صح انك تلاقيه الخلفية بتاعته صفرة لو في شغل على الطريق، عشان ما تتلخبطش. اوكي. السينيال دي سانتا اندريا اللي هو الاكس العادي، والدوبيا اللي هو بيبقى موجود 2 اكس دي سانتا اندريا. دول اللي هم مهمين لازم تفهمهم كويس جدا وانت بتعدي الطريق. دول الثلاثه سينيال اللي كنا عايزين نشرحهم النهارده. بالنسبه شرحنا لكورفا مهمه جدا، واحده ديسترا واحده سينيسترا، واحده يمين واحده شمال. ولا دوبيا كورفا بريجولوزا، واحده بدايتها واحده ديسترا والثانيه بدايتها من الشمال. والكروشو دي سانتا اندريا ودوبيا كروشو دي سانت اندريا. هنكمل مع بعض زي ما قلت لكم. تابعوا بقى وخليكم معانا على الصفحه عشان تبدا تحلوا تحلوا اسئله على الشرح بتاع السينيالي. درس ان شاء الله، وربنا يكرم في رمضان ونقدر ايه نخلص اكبر قدر ممكن من الرخصه. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين.